اهلا بكم اعزائي الشباب وحلقه جديده من برنامجكم احلم معانا، واللي هنعيش فيها النهارده مع مجموعه من الشباب بينظموا حمله اسمها فوقوا. وكمان الحمله دي بتناقش وبتتصدى لكثير من العادات السيئه والسلبيه في مجتمعنا زي الغش والتعصب. تابعونا في حلم جديد واحلم معانا. مبادرة متميزة جدا، مبادرة فوقوا، بتناقش مجموعة من السلبيات اللي بتقابلنا في مجتمعنا المصري زي التحرش والغش، وازاي نقدر نواجه هذه السلبيات. رنا يعني هي منظمة في مبادرة فوقوا، هنتعرف عليها اكتر ونشوف بقى منين جه الاسم وبيتعاملوا فيه ازاي. ازيك يا رنا؟ ازيك؟ رنا، في البداية عايز اعرف منك ونعرف شبابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه هي مبادرة فوقوا بشكل عام كده؟ مبادرة فوقوا هي مصغر جمعية غير هادفة للربح، مبادرة بتتكلم عليه الهدف بتاعها او الفيجن بتاعتها ان هي تسليط الرؤية بتاعتها ان هي تسليط الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع. بس كل سنة بنختار 2 توبكس، موضوعين بنتكلم فيهم وبنسلط الضوء عليهم، بنحاول نعالجهم بمعالجة الشخص مش معالجة المكان. يعني مثلا عندنا البيئة، بنعمل ايه في البيئة؟ مش بنروح ننظف مكان، مش بنروح ننظف شيء، لا احنا بنلم الحاجة وبنقول للناس المفروض نعمل كذا. زي ايه؟ بنعمل باسكت زبالة من ازايز البلاستيك، بنلم ازايز بلاستيك بدل بعد ما الناس ترميها، لكن ما بنلمش ازايز بلاستيك وناخدها منهم، لا احنا بنطور الشيء اكتر ما بنطور المكان. بعد كده بنتكلم على التوبيك الثاني ان هو الموضوع الثاني اللي هو تمكين المرأة، الومن امباورمنت عامة. بنعمل ايه؟ مش بنمكن المرأة اللي هو المساواة بين الشخص، بين المرأة والرجل في مكان عمل او فرص عمل، لا احنا بنبدأ من تحت بحيث بنقضي على مشاكل ممكن تطلع من عدم تمكين المرأة في دور الراجل اللي هو مش موجود او غايب في البيت. ازاي؟ بنجيب ست او بنجيب كذا ست، بنعمل ايه؟ بنخيبهم في مكان كنماذج، يعني كنماذج ماشي، بندربهم، بنعرف حالتهم المعيشيه، بنعرف ان هم مش قادرين يعيلوا اسرتهم، وبناخدهم بنعلمهم ورش عمل بتعلمهم انشطه وحاجات، عشان احنا بنتفق مع مصانع بتاخدهم بتشغلهم ماشي. بس عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بقضي على ان هي مش قادره تصرف على عيالها، بحيث بدل ما هي مش قادره تصرف على عيالها هتخش السجن بان هي نساء غارمات، هو الغارمات، فساعتها يطلع لي اطفال شوارع. فانا بقضي على مشكلتين في مشكله واحده من غير معدي مراحل اللي هو ابدا باطفال شوارع. طب ما اطفال الشوارع مشكلتها ايه؟ ان مفيش اهل في البيت، فانا بحاول اعالج المشكله من فوق قبل ما ابدا من تحت بس. طب رنا، يعني عمليه التوبكس او المواضيع اللي انتوا بتختاروها دي بتيجي ازاي؟ هل في بلان انتوا بتحطوه لنفسكم ان احنا هنستارت او هنبدا في الموضوع الفلاني، بعد كده الموضوع الثاني الثالث؟ احنا عندنا لجنه او كوميتي مسؤوله عن الريسيرش اند ديفلوبمنت، التطوير وعمل البحث. تمام. دي بتقرر احنا هنتكلم ايه في السنه دي او ايه احنا محتاجينه نتكلم فيه السنه دي. بنقعد في اول السنه قعده هادز او قعده رؤساء الاقسام او رؤساء اللجان، بنقعد نتكلم في ايه التوبكس احنا هنتكلم فيها، وبنقرر ايوه هو ده التوبيك خلاص، وبنحط زي بلان لليوم او خطه للسنه وبنمشي عليها. السنه مش لليوم، لا للسنه. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. لما يمر في أرضنا بالحب نرفع العلم. يا مصر
عمرو ياسر هو المسؤول عن النشاط الاعلامي في مبادره فوقه، هنتعرف عليه اكتر ونشوف بقى قد ايه هو منافس للعمليه الاعلاميه في مجتمعنا المصري. ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله. عمرو كلمني عن شغلك، وانت بتقوم بايه من عمل، وكمان الفريق العمل اللي تحت منك بيعمل ايه وشغله عامل ازاي؟ تمام. الشغل الاعلامي في فوقه بيمشي اللي احنا بنعمل الديزاينز كلها بتاعت فوقه، الحاجات اللي بتتبع، بانر، فلايرز، كل الكلام ده، الاعلانات يعني للتعريف. بنشتغل على الديزاينز بتاعت السوشيال ميديا، لو في اي ايفنت او حاجه نازلينها بنكفر الايفنت من خلال صور وفيديوز، بحيث ان احنا نوثق اي حاجه فوق بتعملها، لان مبادره فوق هي مش مقتصره على ال7-8 اللي هم موجودين في الهاي بورد، لا احنا عايزين الفكره توصل لناس كتير، هم المسؤولين عن المبادره، المسؤولين عن الفوق. فاحنا عايزين الفكره توصل لكذا حد وتنتشر بين الناس. جميل. فبنغطيها بقى زي ما قلنا عن طريق الصور والفيديوز، وطبعا البيج على الفيسبوك وعلى طب انت راضي عن عمليه الانتشار من وجهه نظرك كعنصر اساسي في مبادره فوقه؟ وكمان شايف ازاي درجه قبول بقى العناصر المستجده عليكم او اللي بتدخل عندكم في المبادره؟ شايف ازاي درجه القبول بالنسبه للناس اللي انتوا بتكلموهم عن المبادره؟ هو في طبعا مش كله بيتفق على حاجه واحده، بس معظم الناس بتبقى فيه قبول وبتشجعنا. احنا بننزل مثلا اي ايفنت بيبقى فيه سبورت من كذا حد، بيجي ناس من بره فوقه، دعم، بيبقى دعم لينا من بره فوقه، الناس كلها بتيجي وبتقف معانا وبتشتغل، لان الناس في ناس كتير قوي مؤمنه بالمبادره بتاعت فوقه والاهداف بتاعتها. في عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة غير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة غير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها الربان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلتها، قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزاكي تحمي أولادها. انجي مسؤولة البابليك ريليشن في مبادرة فوقه او العلاقات العامة، هنتعرف عليها اكتر ونشوف بقى قدراتها على تنمية العلاقات العامة في مجتمعنا المصري عاملة ازاي. ازيك يا انجي؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني العلاقات العامة محتاجة ثقافة، محتاجة ان انت يكون عندك سعة افق، محتاجة ان انت يكون عندك علاقات اصلا علشان تقدري توصلي الهدف اللي انتوا بتأملوه من خلال المبادرة لكل المجتمع المصري. كلميني بقى عن دورك في فريق العمل، وقد ايه انت يعني بتتفاني كمان ومخلصة لأدائك بالنسبة لفريق العمل. اكيد. هو بالنسبه للبي ار بابليك ريليشنز كاي انتيتي او اورجانيزيشن بتبقى محتاجه عملية تنظيمية بالظبط، محتاجه فريق بي ار ان هو يحدد علاقتها مع يعني الاوتر وورلد بالنسبه للاورجانيزيشن اللي هم فيها. بي ار في فوقه بتبقى متقسمه عموما 3 حاجات. اول حاجه بتبقى ريليشنز، ان احنا نتعامل العلاقات بالظبط، ان احنا مثلا عايزين نتعامل مع ستودنت اكتيفيتي تانية او اورجانيزيشن كبيره زي مثلا اليو ان وومن، لان هم بيساعدوا في توبكس احنا شغالين عليها، بنبقى احنا اللي بنروح نتعامل معاهم كبي ار. يعني التوبكس اللي انتوا شغالين عليها ايه هي الاول تحديدا، علشان خاطر نقدر نوصل على العمل الخارجي اللي انتوا بتقوموا بيه خارج نطاق المبادره الداخليه اللي هنا؟ بالنسبه للسنه دي هم 2 توبكس احنا ماشيين عليهم طول السنه، هم الومن امباورمنت اللي هو تمكين المراه بالظبط، والبيئه اللي هي الانفايرمنت. فبالنسبه للبي ار احنا زي ما قلت لحضرتك بنتعامل مع ناس بره، لو هنعمل سيمينار كندوه ان احنا نجيب سبيكرز يتكلموا عن التوبكس اللي احنا شغالين عليها، برضو بي ار بيروح يجيب بابليك فيجرز او عموما سبيكرز متخصصين في التوبكس بتاعتنا. يعني بتحاولوا تعملوا سيرش او تبحثوا عن ناس متحدثين بيتكلموا في المواضيع اللي انتوا بتهتموا بيها. بالظبط.
وكمان لو في ايفنت هنعمله معين زي السنه اللي فاتت عملنا سايكلينج ايفنت، لان احنا كنا بنتكلم عن التحرش، فعملنا سايكلينج ايفنت ان هو يعني يهدف ان احنا نقف اجينست سيكشوال هاراسمنت، ان البنت تقدر ان هي تسوق عجل، ونلغي فكره ان البنات ما ينفعش يسوق عجل. فكايفنت زي ده احنا كنا بنبقى محتاجين ميديا كفرج، مثلا لو جورنان يجي يصور تغطيه اعلاميه. تغطيه اعلاميه بالظبط. فبي ار برضو بيبقى وظيفته ان هو يروح يجيب جورنان معين او قناه ان هي تيجي تصور عن الخبر ده. طب ايه رايك في دورنا احنا بقى واحنا بنقوم بنغطي الموضوع كله تتحلي كده؟ طبعا يعني ده احلى قناه ممكن تيجي تصور معانا. شكرا اكيد. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. ملوك الجدعنة ودي حاجة طبعهم وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. ملوك الجدعنة ودي حاجة طبعهم وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. شربت من الها وقلبي حنلها، وقلت أغني لها غنوة محبة وفكر. يا رب تحميها، يا رب خليها، انصرها عليها، احميها من كل شر. باسم احمد احد المشتركين الجدد في مبادره فوقه، هنتعرف عليه ونشوف ايه اللي عجبه في المبادره وازاي انضم لها. ازيك يا باسم؟ ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كلمني بقى عن بداياتك مع المبادره، ازاي دخلتها؟ هو انا ببقى ماشي في الجامعه كده، فبقى اشوف اني نشاط طلابي اقدم عليه، فلقيت ان فوق مختلفه شويه، انها بتقدم دايما لقيتها بتقدم حاجه مختلفه يعني، ومشاكل بتواجه المجتمع بتاعنا حقيقي، يعني مثلا زي التحرش، زي الزباله بتترمي في كل حته في الشوارع. بس فقلت اشوف بقى هم بيعملوا ايه بالظبط، واحاول اجرب يعني اخش معاهم واشوفها يعني استفاد. طب باسم، يعني هل انت كان من زمان انت نفسك تعمل حاجه خير لبلدك، نفسك ان انت تتعاون مع مجموعه من الشباب لنهضه مجتمعنا المصري؟ اكيد طبعا، يعني من زمان جدا، فلقيت ان دي انسب نشاط طلابي بقدر احقق من خلاله فكره ان انا احافظ على البيئه مثلا، او ان انا بتعمل توعيه وبتعمل سيشنز وايفنتس وبتعمل مشاريع ضد فكره لا للتحرش. تمام. وكمان فيها برضو يعني هي بتهتمش بس بكده، دي بتهتم بالنشاطات بالحاجات الخيريه. يعني مثلا انا داخل تيم اسمه ارت سي، ده بيهتم بالمشروعات الخيريه اكتر. طب هل الاهتمام بالمشروعات الخيريه دي مختص بس بوقت معين في السنه زي مثلا شهر رمضان، ولا انت في كل اوقات السنه انت بتتعامل بالخير ده في كل السنه؟ لا ما هو الخير طبعا على طول السنه، يعني مثلا في رمضان وعندك مثلا زي دخول المدارس، في ناس مش لاقيه الكتب والكراريس والحاجات دي. عندك مثلا عيد الام، عندك الشتاء لما يخش بنحتاج بطاطين ولبس. صحيح. بس عمليه السيرشنج بقى او البحث بالنسبه للمناطق المعدومه او كده، بتعملوا ايه؟ بتنزلوا ايه الخطط اللي انت ممكن او اللي انت حاططها في دماغك؟ انا عارف ان انت لسه هتبدا معاهم العمل. ايه الخطط اللي انت حاططها في دماغك علشان خاطر يعني تقدر تنتقي بقى المناطق اللي يجب ان انتوا تخدموها، يجب ان انتوا تتعاونوا معاها؟ طيب تمام. مثلا عندك زي ننزل مثلا المنطقه الفقيره،
نعمل فيها سيرفيز مثلا، يعني بحث ونشوف بقى، يعني نشوف هل البيت ده فعلا يستاهل ان احنا نجيله ونوزع عليه حاجه ولا لا. مثلا لو في ساعات بيبقى بيوت محتاجه مثلا شويه، فاكيد في بيوت اقل بنحتاج اكتر، فبننزل نعمل بقى سيرفيز، بحث في الحاجات دي كلها، ونفضل بقى نفلتر نشوف مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج بجد بس. وبعد ما نعمل كده ننزل بقى ونوزع الحاجات اللي هنكون جايبينها عشان تكفي الناس، يعني نحاول نوزع اكتر عدد نجيبه على اكتر ناس محتاجه فعلا. يا ابن مصر يلا بينا، خلي مصر فخورة بينا، مهما نشقى ومهما نتعب حقها واجب علينا. ايديك يلا بايديا، شدوا حيلكوا يا مصراوية، يلا همتكوا يا رجالة، احنا قد المسؤولية. من زمان وانا نفسي اغني من اللي حسوا جوا مني، من زمان وانا نفسي اغني من اللي حسوا جوا مني، عايزه اقولها بعلو صوتي، مصر ام الدنيا امي. يلا بايديا، شدوا حيلكوا يا مصراوية، يلا همتكوا يا رجالة، احنا قد المسؤولية. نفسي اشوفها اعلى واكبر، اصلها تستاهل اكتر، نفسي اشوفها اعلى واكبر، اصلها تستاهل اكتر، كفايه لما بقول انا مصري بعلى نظر الكل وبكبر. شروق مسؤولة عن الاتش ار او الهيومن ريسورسز او يعني الموارد البشرية داخل المبادرة. هنتعرف عليها ونشوف احلامها وامانيها من خلال برنامجنا احلم معانا. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ شروق، يعني الموارد البشرية بقى والتنمية الداخلية للعناصر المتواجدة او القائمين على العمل داخل المبادرة، عايزك توضحي لشبابنا اللي بيتفرجوا علينا اكتر. طيب اوكي، هي يعني human resources او الموارد البشريه عامه في حاجه زي فوقه بيبقى شغلها كله على الممبرز نفسهم. يعني ممكن ما يبقاش احنا شغلنا قوي في الايفنتس او كده اللي فوق بتعملها، طبعا بنشارك بس بتبقى شغله يعني الكوميتي نفسها بتاعت اتش ار ان هي تعمل زي ديفلوبمنت او تطور او بتنمي الممبرز اللي بيخشوا فوقه، عشان نبقى احنا بنساعد المجتمع وبنعمل حاجات كويسه للمجتمع، بس برضو الممبر اللي داخل يبقى يعني خد اكسبيرينس كامله، ان هو نفسه خبرات او اكسبيرينسز، ان هو نفسه اتطور عشان بعد كده يعرف هو يعني برضو يبقى بيدي للمجتمع من نفسه، مش محتاج مثلا حاجه تساعده او كده، هو يبقى بنفسه عمله ديفلوبمنت او تطور، ان هو بعد كده يبقى عنده اكسبيرينس كافيه ان هي تساعده بعد كده. شروق، عمليه التنميه او التطوير دي محتاجه طبعا مقومات. ايه المقومات اللي انتوا بتشتغلوا عليها اللي متواجده داخل العناصر اللي انت بتقولي عليهم او الممبرز اللي موجودين عندكم في المبادره؟ ايه المقومات اللي انتوا بتشوفوها وبتحددوها كده 1 2 3 علشان خاطر تنموها وتبداوا تنموها اللي انتوا بتشوفوها في العاملين او القائمين على العمل داخل المبادره؟ تمام. هو يعني في الغالب بتبقى حاجات كلها سوفت سكيلز، يعني مهارات خاصه عاديه جدا. بالظبط. حاجات زي مثلا ليدرشيب، حاجات تايم مانجمنت، حاجات بتساعد الممبرز او الناس اللي داخله ان هي تعرف تعمل احسن شغل، بس في نفس الوقت يعني القدرات القياديه والكلام بالظبط ان هم بعد كده احنا كلنا بدانا يعني ممبرز دخلنا بالظبط كلنا برضو في الاول ما كناش هيدز ولا حاجه، من السيشنز ومن الورك شوبس والحاجات اللي فوق بتعملها، محاضرات وورش العمل. دي حاجات من الحاجات الاتش ار كانت بتوفرها لنا، كانوا بيدونا سيشنز، حاجات برضو زي تايم مانجمنت وسوفت سكيلز وكده. دي كانت بتساعدنا بعد كده انه خلاص كلنا بقينا هادز وكلنا قدمنا، يعني خدنا الانيشيتيف او خدنا المبادره ان احنا نقدم وان احنا نبقى مسؤولين عن حاجه زي كده، احنا اللي نعمل البلان، احنا اللي نشتغل من اول الشغل خالص، مش بس بناخد تاسكس. فدي حاجه بنعلمها للممبرز او بنعلمها للناس اللي داخله، كلنا طبعا بنتعلم مع بعض وبنعلم بعض، يعني دايما اي حد بيخش فوقه هو بيفيد وبيستفاد، فاحنا بنحاول ان احنا مش بس بنخلي الناس تستفيد منها او من هي يعني كمان باور، لا هو بس كمان بيستفيد بالسيشنز والحاجات اللي احنا يعني بنساعده بيها هو حتى كبني ادم في شغله بعد كده او كده بره ستودنت اكتيفيتي.
أعزائي الشباب، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا واللي ناقشنا فيها أفكار حملة فوقه، واللي بتناقش المشكلات والسلبيات اللي بتواجهنا في مجتمعنا المصري من مجموعة من الشباب. خلصت حلقتنا، لكن دايما لينا وعد بلقاء يتجدد وحلم جديد، واحلم معانا.